لو عايز تعرف ليه محمد إسماعيل بكى بعد الهدف ففي لقطة حصلت في الشوط الأول لما تشوفها هتعرف ليه. وعبد الله السعيد من وجهة نظري لا يستحق إنه يكون رجل المباراة، واستنى ما تقلبش الفيديو لحد ما تعرف أنا قصدي إيه. وإبراهيم صلاح كان قلبه حاسس إن عدي الدباج هو اللي هيسجل الهدف، ومعتمد جمال اللي متعودين عليه إن هو هادي في الماتش ده ما كانش هادي خالص. مع بداية المباراة كنا شايفين لعيبة سموحة واقفين عند نص الملعب مستنيين لعيبة الزمالك تطلع بالكرة وواقفين زوايا التمرير. لاحظنا كمان من البداية إن عبد الله السعيد موجود على الدايرة وهو المسؤول الأول عن خروج الكرة من نص ملعب الزمالك لنص ملعب سموحة. ولكن بقى من بداية المباراة كان واضح جدا التوتر موجود على لعيبة نادي الزمالك، وده طبعا بسبب نتيجة ماتش الديربي. بس معتمد جمال كان عايز لعيبته تدخل المباراة بدري بدري، علشان كده كان بيشجعهم من البداية. تفاصيل كتير الكل كان متشوق ان هو يشوفها، خصوصا في اداء حسام عبد المجيد واللي حصل منه في مباراه القمه. لكن حسام واضح ان هو في كامل تركيزه، الربط بينه وبين فتوح واتقانه للباص في مناطق الخطوره وفي حاله الضغط بيقول كده. وحتى ان عبد الله السعيد لاحظ ده، ففي اول توقف بعد الكوره دي وجه تحيه ودعم لفتوح وحسام عبد المجيد. هايل يا رجاله، كلمه بسيطه لكن اثرها كبير من لاعب كبير. وحتى من اللعبه دي وضحت طريقه لعب الزمالك، لعب الطوليه في ظهر المدافعين وبعد كده لعب العرضيات، لكن لحد دلوقتي العرضيه مش مظبوطه حتى لو كان عدي لوحده في قلب المنطقه. وده بيوضح ان التوتر موجود على لعيبه نادي الزمالك ومستعجلين احراز الهدف. زي ما قلت لك ان عبد الله السعيد هو اللي كان مسؤول عن الكلام ده كله، لكن عبد الله مش مسؤول عن دي بس، عبد الله مركز في كل تفصيله في الملعب. يعني مثلا الكره دي محمد ابراهيم الباك رايت خرج من مكانه، فمين بقى اللي يامن المكان بتاعه ويغطي مكانه لحد ما يرجع؟ هو عبد الله السعيد. تلاقيه بيغطي ورا كل لعيب بيطلع من مكانه، وعبد الله بيعمل الكلام ده حتى في الشوط الثاني عملها مع بنتاي. فحقيقي عبد الله ما يستحقش رجل المباراه بس، عبد الله يستحق راجل الموسم كله، وده بسبب ادائه اللي بيعمله في الملعب والتفاصيل الصغيره جدا اللي بياخد باله منها. وكان واضح كمان الرغبه في استغلال طول حسام عبد المجيد، اي اوت حوالين منطقه ال 18 حسام بيتقدم ويبتدأ يلعبوا عليه. لعبه اتكررت في اكتر من مباراه لكن لحد دلوقتي لم يتم استغلالها. كمان كان واضح الضغط على لعيبه سموحه واجبارهم على لعبه طوليه اللي ياخدها بعد كده لعيبه نادي الزمالك، او ان هم يحاولوا يغلطوهم وبعد كده استغلال الغلط، لكن ده برضه ما تمش. والربط كان واضح جدا ما بين لعيبه نادي الزمالك في الوقت اللي فتوح بيدخل فيه في العمق بنلاقي بنتايج بينزل فيه على الطرف، بس محمد ابراهيم بقى ما كانش عارف يعمل كده مع عدي الدباج اللي كان بيحاول يشرح له يعمل له ازاي، او انه كان خايف يعمل حاجه غير العادي فيتحمل مسؤوليه هو مش قدها لسه. كل دي حاجات واشارات بتبين ان التوتر لسه مسيطر على لعيبه نادي الزمالك. كل ده معتمد جمال نفسه ينزل يلعب مع اللعيبه لكنه اكتفى بالتشجيع. سقوط لعيبه سموحه اكتر من مره على ارض الملعب بدا يستفز جمهور نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعيبه نادي الزمالك، خصوصا محمد اسماعيل اللي بدا يروح للحكم اكتر من مره ويتكلم معاه ان كده كتير ولازم يبدا ياخد موقف اتجاه لعيبه سموحه. الكلام ما عجبش حكم المباراه ونادى على احمد فتوح بصفته كابتن الفريق، وبدا يكلمه انه لازم يوجه تحذير لمحمد اسماعيل لان بعد كده ممكن ياخد اجراء اداري معاه. وبالفعل فتوح وشحاته وحسام عبد المجيد بيبداوا يكلموا محمد اسماعيل ويطالبوه بالهدوء. دي حاجه كمان بتبين التوتر اللي كان عايش فيه محمد اسماعيل. علشان كده لما تم احراز الهدف في الشوط الثاني محمد اسماعيل ما تملكش اعصابه وفضل يبكي زي كتير من الزملكاويه اللي كانوا موجودين في ارض الملعب والاستاد، ودي بتبين حجم الضغوط اللي موجوده فيها اللعيبه انهم فعلا نفسهم يحققوا الدوري. الشوط الاول بيخلص على كده 0-0، لكن كان المقلق اكتر من النتيجه هو ان مفيش خطوره هجوميه على مرمى سموحه. الزمالك محتاج يكون اسرع في اللعب واهدى في ضبط النفس. لاحظنا قبل بدايه الشوط الثاني لعيبه الزمالك بتنزل بدري جدا قبل الحكم وقبل لعيبه سموحه. 3 تغييرات هتتم مره واحده، شيكو بنزا وبيزيرا والونش. وبدا بقى دعم الجمهور للعيبه نادي الزمالك واللي بدا ينده عليهم، ودعم خاص من ابراهيم صلاح لعدي الدباج ولسان حاله بيقول له انت اللي هتخلصها. وشفنا كمان حديث جانبي كده للونش وعبد الله وحسام بيشرحوا فيه طريقه اللعب اللي هم يعتمدوا فيه على الجانب الشمال واستغلال سرعه شيكو بنزا. مع بداية الشوط الثاني شفنا ان اخوان بيزيرا كان نزوله كله مكاسب، مع اول لمسة بيتسبب في انذار للاعب سموحة. وبدأنا برضو نشوف لعيبة سموحة بدأت تقع على الارض تاني، وده وتر معتمد جمال جدا اللي خلاه ينفعل بشدة على الحكم. معتمد اللي كان هادي خلاص ما بقاش هادي. زي ما قلت لك لعيبة الزمالك كانت محتاجة تنقل اللعب بشكل اسرع ويستغلوا مهارة بيزيرا اللي كان واضح عليه جدا التعب خصوصا في الكرة دي، لكن هيعمل ايه؟ هو نازل علشان ينقذ الفريق.
الكرة اللي بعدها على طول بنشوف تصرف مميز جدا من شيكو بانزا اللي لعب الكرة بسرعة جدا وقوية جدا لاخوان بيزيرا. شيكو بانزا اختار ان هو يمرر لبيزيرا علشان يختصر الوقت والمساحة، وده تصرف ذكي جدا زي ما قلت لك. خوان بيزيرا بياخد الكرة ويبدأ يلعب لعبته المعتادة ويرفعها جميلة جدا لعدي الدباغ اللي بيحطها رأسية علشان يحرز هدف الزمالك الأول. شفنا بقى انفجار الاستاد كله والفرحة على جمهور نادي الزمالك. الزمالك احرز هدف، لكن مع احراز الهدف كان في قلق كبير جدا موجود على الخط، الكل رايح ناحيه بيزيرا وبيتكلم معاه، وواضح كده من كلام عدي ان الشكوى جايه من منطقه الحوض. معتمد جمال حب يخفف على بيزيرا فقال له ادخل في العمق وهات عدي على الطرف، وده يعني في حاله ان لو في حاله دفاعيه فيقوم بيها عدي هيبقى احسن من بيزيرا. بس بقى خلاص مفيش وقت للكلام ده، بيزيرا مش قادر يكمل، هيخرج بقى خلاص بعد ما لعب 15 دقيقه اتسبب فيهم في هدف الفوز وتسبب في انذار للاعب سموحه. لعيبه سموحه خلاص بقى مش هتقع تاني بعد الهدف ومش هيضيعوا وقت، ومعتمد جمال اللي كان متوتر قبل الهدف بقى متوتر اكتر بعد الهدف لدرجه ان هو بدا ينسى نفسه ويرجع مع الكوره، وطبعا محتاج ان الحكم هو اللي يرجعه لمكانه تاني. وبنشوف بقى كده محاولات من سموحه لكن كلها بتفشل، وبيقدر الزمالك ينهي المباراه على كده ويفضل متصدر الدوري. هي في بعض المباريات بتيجي عليها كده ما يبقاش الاداء قوي جدا لكن اهم حاجه فيها النتيجه، وخصوصا ان في احباط كبير جدا حصل للعيبه بعد مباراه الديربي. بس يا سيدي وبتنتهي المباراة على كده بقى، ما تنساش اللايك والفولو والشير، ولو في عندك أي ملاحظة اكتبها لي في الكومنتات، وأشوفكم في ماتش جديد.